تعالوا النهارده اقول لكم على حاجات ما تعملوهاش هنا في المانيا نهائيا. اول حاجه شبوبز الكهرباء والغاز، لما تروح تسجل في اي شركه فممكن تدفع كده في المقدمه حوالي 120 يورو شهريا، والمبلغ ده طبعا عشان هم ما يعرفوش انت هتستهلك كهرباء وغاز قد ايه في السنه كلها. فعايز اقول لكم بقى ان الجو هنا طبعا بيكون برد جدا في الشتاء، وفي ناس بيشغلوا الدفايات ممكن على اعلى حاجه على 5 مثلا. وعايز اقول لكم ان ده بيكون مكلف كتير جدا، ولو انت استهلكت الدفايه بشكل يومي على 5 درجات فاعرف ان انت كده اخر السنه هتتمرجح في مبلغ كبير جدا. لان انت لما بتدفع ال 120 يورو دول شهريا بتوع الكهرباء والغاز، فبيجوا اخر السنه بيشوفوا انت استهلكت كهرباء وغاز قد ايه. لو شافوك مستهلك نسبه اقل فبيرجعوا لك شويه من الفلوس اللي انت دفعتها. وكمان بدل ما تدفع 120 يورو في الشهر فممكن تدفع نسبه اقل من كده. انما بقى لو انت استهلكت كهرباء وغاز اكتر ما هم توقعوا، فممكن تلاقي الشركه واحد بعت لك طالبه منك 800 يورو تدفعهم زياده، وهيدفعوك في الشهر اكتر من 120 يورو. فعلشان كده ما تشغلش النور والغاز على الفاضي.